جوزها قال لها لو طلبنا منك اكل انت بتتاخري في عمايله، وده عملتيه في ثانيه، ده غير ان جوزها اصلا كان رافض الفكره. صاحبة الرسالة اسمها أميرة، مكسوفة وما عندهاش ثقة في نفسها وبتقول أنا أكلي وحش، وبتسألني أبدأ بكام وجبة عشان هكون لوحدي ومش معايا دعم. جوزها كان مستقل لأن أميرة كانت هتعمل الإطعام بكيلو لحمة واحد بس هي كانت عايزة تبدأ في عمل الخير، وقالت له يمكن كيلو قليل، بس النهاردة قطع على الطبق، بكرة إن شاء الله يكونوا 2. في جمال كده بدأت أميرة المهمة، وبدأنا نتواصل لحد ما عملنا أحلى إطعام، وبدأت أتابع معاها كل خطوة بالتفصيل. وده شكل وجبات أميرة بعد ما عملتها بإيديها. جوزها رجع بعد ما وزع الأكل وقال لها على تعليقات الناس على جمال الاكل وحلاوته، وكمان اتشجعت اكتر وجابت اطباق عشان تعمل رز بلبن في يوم تاني، وبرضه تواصلت معاها وقلت لها على طريقته. انا بقى عايزه اقول لكم على سر من اسرار لقمه الخير. اللقمه دي بتزود الحب في البيت، لان استحاله الراجل يكون شايف مراته بتعمل كل المجهود ده وما يكونش فرحان بيها، بالعكس هيحاول يساعدها ويدعمها.